الإخوان أو شبكة رصد اعتاد مثل هذه الفبركات. ويعني نؤكد أولا قبل الرد على موضوع الفبركات أن شبكة رصد هي مؤسسة إعلامية غير تابعة للإخوان أو أي فصيل سياسي، وإنما هي مؤسسة إخبارية فقط. ثانيا بخصوص فبركة المسجل، يعني أنا أريد أن أذكره، يعني إن كان قد نسي، يعني يعني إن كان قد نسي أن كل الحوارات التي كانت تجريها جريدة مصر اليوم كانت تذيع الشريط المسجل، أو يعني في كثير من الأحيان. لماذا في هذه المرة ينشروا الشريط المسجل لهذا الموضوع رغم أهمية الحوار؟ بخصوص المقطع الذي قمنا بنشره، سأذكر أن المقطع كان في التسجيل الموجود لدينا هو تحديدا في الساعة الأولى من التسجيل وأربع دقائق تحديدا. قمنا باقتطاع هذا المقطع من الأربع ساعات الموجودة لدينا. تمام. يعني انتوا اقتطعتوا هذا المقطع من أول ساعة وأربع دقائق كما هو دون تصرف منكم. نعم كما هو، وسنقوم في وقت لاحق بعد انتهاء المقاطع التي نريد نشرها تحديدا مقطع أكبر من هذا وهذه هي المشكلة يا أستاذ عمرو في المقاطع التي تذيعونها في شبكة رصد، أنكم تذيعون مقاطع منتقاة، لا تذيعون ما لديكم بكامله. لماذا؟ لأن المقطع الصوتي تحديدا في هذه المرة يعني كان ما بعد هذا المقطع وقد تم نشره بالفعل على الجريدة، يعني فلم يكن له معنى أن نقوم مرة أخرى بنشر ما قامت به جريدة المصري وما اليوم المانع يعني على حتى ولكن سنقوم بتدارج ذلك ونشره مرة أخرى بشكل أكبر إن شاء الله. يعني هل ستنشرون هذا المقطع ضمن السياق الكلي، ضمن الشريط الكلي؟ نعم بالتأكيد. كيف حصلتم على مثل هذه المقاطع؟ يعني أتحفظ على ذكر حصولنا على هذه المقاطع كيف، ولكن لدينا التسجيل الكامل لهذه الجلسة. الجلسة كان يحضرها 3 أشخاص، الفريق السيسي ومدير مكتبه عباس حلمي والصحفي ياسر رزق. يعني إن أراد السيد ياسر رزق أو أي من التابعة والمؤيدة للانقلاب أن نذكر لهم مقاطع أخرى يعني على سبيل المثال الحصر في الساعة الأولى و35 دقيقة سأل ياسر رزق عن نتائج التحقيق في مذبحة رأس، وفي الدقيقة التالية لها الساعة الأولى و36 دقيقة تحديدا بدأ الفريق السيسي في الإجابة على هذا السؤال. في مقطع آخر في الساعة الثانية و46 دقيقة يعني ضرب الصحفي ياسر رزق مثال للفريق السيسي عن دور الجزيرة مباشر مصر وما تقوم به، وحوار دار بينه وبين زوجته، يعني ضرب هذا المثال للفريق السيسي. يعني لن أذكر تفاصيل أكثر في هذا الشأن يعني لكي لا أحرق المقاطع القادمة، ولكن يعني يجب أن يتأكد الفريق السيسي أن يعني على الأقل حرق لنا المقطع الخاص بالجزيرة مباشر مصر. المقاطع ولم تقم بذلك من قبل. يعني على الأقل يا أستاذ عمرو حدثنا عما قيل عن الجزيرة مباشر مصر. يعني سننشره إن شاء الله خلال اليومين القادمين بإذن الله. طيب، هل هنالك أشياء أخرى خاصة بمستقبل الجيش والفريق السيسي كانت في الحوار ولم تنشر في المصري اليوم؟ نعم، كان هناك حديث حول تحصين الجيش في الدستور ووضعه في الدستور كمؤسسة محصنة لا يجب التعامل معها قضائيا أو خلاف ذلك، ويكون ذلك مسجل في الدستور. تم الحديث حول شخصيات سياسية موجودة الآن على الساحة وهي تعتبر داعمة للانقلاب، تم ذكرها بشكل غير لائق يعني، أو يعني تم تكذيبها نوعا ما. زي مين كده؟ سيتم النشر إن شاء الله خلال يومين. طيب، فيما يتعلق بالمقاطع، يعني سياستكم في نشر المقاطع، كان المقاطع التي أذعتموها للدكتور علي جمعة المفتي السابق لم تكن كاملة، يعني لم يكن هنالك مقطع كامل نستطيع أن نقول أن الرجل قال هذا الكلام جملة واحدة. لماذا تتبنون مثل هذه السياسة، سياسة المقاطع اللي هي قص ولزق يعني؟
لا، بخصوص المفتي علي جمعة، رصد هي لم تنشر أي شيء عن المفتي علي جمعة، مش رصد، دي صفحات أخرى على الفيسبوك. إحنا فقط نشرناه نقلا عنهم، وليس الفيديو السورس بتاعه مش موجود عندنا إحنا، يعني مش إحنا طيب اللي ناشرينه يعني. ايضا حديث لم الفريق يكن خاص السيسي، بينا يعني. ايضا حديث الفريق السيسي لعمر وحديثه عن احمد، الحديث الخاص اللي كان في إدارة الحرب الكيميائية الذي نعم. تحدث فيه عن الدراع على ما بيتعمل في الدولة والأشياء. هذا الحديث أيضا لم يكن فقرة متواصلة، وإنما كان أي أجزاء. لماذا أيضا اخترتم أن تذيعوا بصراحة أجزاء؟ يعني كان ضمن الحديث بعض الكلام عن يعني مثلا على سبيل المثال في جزء من الحديث بعد هذا الكلام قام بتوبيخ أحد العمداء، أو يعني يعني برتبة عميد في الجيش، قام بتوبيخه بعد هذا السؤال بعدد من الثواني. فيعني كان من غير اللائق ان احنا نقوم بنشر مثل هذا الامر. وفي مقطع اخر يعني بيقوم مثلا بالحديث عن بعض المعدات العسكرية والتموينات وغيرها، يعني امور خاصة بالجيش. يعني شبكة رصد يعني تنأى بنفسها ان تكون تنشر اشياء عن الجيش المصري تضر على الساحة الدولية، يعني او ان هي يذكر ان رصد بتنشر امور خاصة بالجيش بشكل فني يعني. لكن هنالك لذلك أيضا من قمنا يقول بقص أن بعض هذه الامور، يعني حديث الفريق السيسي لم يكن حديثا سياسيا فقط امام وحدة الحرب الكيماوية. فلذلك كنا يعني بناخذ الامور السياسية فقط في هذا الحديث. لكن هنالك من يقول أن هنالك جهات معينة هي التي تسرب لكم هذه الفيديوهات، وهي التي تطلب منكم أن تذيعوا هذا الجزء ولا تذيعوا هذا الجزء لخدمة يعني الأهداف لو التي من كانت هذه أجلها. الجهات فعلا سربت لنا هذا الفيديو، ما كانتش سربت لنا الثلاث ساعات كلها على بعض، كانت ادتنا المقاطع فقط يعني. مم. يعني كان بايدينا ان احنا ندي المقاطع ديت لناس اخرى، او ان احنا يعني لجهات اعلاميه اخرى، ولكن هي موجوده عندنا. يعني احنا مش يملي علينا ان احنا نقطع ديت او ما ننشرش ديت، احنا بالفعل لدينا التسجيل بالكامل يعني. لكن انتوا وعدتم ان انتوا هتذيعوا الاربع ساعات وما زعتوش. لا، هو انا قلت كده فعلا ان احنا هنذيع باقي احنا وقتها بعد. يعني انتوا مش هتذيعوا خلاص؟ هنذيع ولكن ليس الآن. يعني احنا عندنا خطة لنشر هذه المسائل، ولكن لنا ترتيب خاص بينا احنا. طيب هل كل المقاطع بتاعتكم فقط عن الفريق السيسي، ولا عندكم مقاطع اخرى عن اناس اخرين؟ والله اللي اقدر اصرح بيه حاليا ان احنا اللي موجود عندنا يعني حاجات خاصة بالفريق السيسي، وفي الوثائق الخاصة بإدارة الأزمات اللي تم نشر 5 صفحات منها. لدينا 3 من إدارة الأزمات، بعضها يتحدث عن دعم مباشر من وزارة الدفاع لأشخاص إعلاميين زي توفيق عكاشة يعني، ودوت مذكور في ورقة رسمية مختومة من وزارة الدفاع المصري. هل لديكم اي سيتم شيء نشر خاص هذه الورقة في وقت لاحق. هل لديكم اي شيء خاص بالفريق سامي عنان؟ ليس لدينا أي شيء بخصوص سامي عنان. قمنا بنشر صور من أسبوع تقريبا عن أنه موضوع تحت المراقبة بأحد الفنادق. شكرا جزيلا لك عمرو فراج، مدير شبكة رصد الإخبارية. دعا التحدث